أنا مقاتل في صفوف حزب العمال الكردستاني منذ 20 سنة. قضيت معظم وقتي داخل تركيا. كان آخر دخول لي إلى تركيا عام 2009. بقيت فيها 4 سنوات. انسحابنا جاء استجابة لرسالة قائدنا عبد الله أوجلان في عيد نوروز الماضي. بعد وصولنا هنا تقوم قيادتنا بإدارة دورات حول أهمية المرحلة التي نعيشها، وهي مرحلة الانسحاب. نتوجه الآن لنظام المخيمات التربوية هنا. إذا انتهت مرحلة السلاح، هذا لا يعني انتهاء نضالنا. فأنا مثلا على المستوى الشخصي أريد أن أقوم بجولة أتعرف من خلالها على كل المجتمع الكردي، أزور كل أجزاء كردستان. إذا سنحت لي الفرصة سأزور كل منطقة قامت فيها ثورة، كأمريكا اللاتينية وبلاد الشرق. أريد أن أقارن بين تلك الثورات وثورتنا، وأتعرف إلى الشعوب التي قامت بالثورات. أقارن بين أوضاع تلك الشعوب ووضع شعبنا الكردي. باختصار، سأبقى في خدمة شعبي.